حلو يا حلوين، عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. فيديو النهارده بيتكلم عن الارزاق. ربنا سبحانه وتعالى لما بيرزقنا بحاجه احنا كنا بنتمناها كنا بنبقى في منتهى السعاده انه رزقنا بيها، واول ما بنلاقي انه منع عننا حاجه احنا بنتمناها بنبقى في قمه الحزن، ونفضل نقول هو انا وحش، هو انا مش عارف ايه، هو انا ما كنتش استاهل الحاجه الفلانيه. جايز وجايز برضو ان انت ربنا بيرزقك بالحاجه دي لان هو خير. المنع عنك رزق على فكرة، هو رزق. اوعى تفتكر ان لما منع عنك حاجة فانت هو كده ما رزقكش، لا هو رزقك بان الحاجة دي ممكن كانت تبقى شر ليك، كانت هتضرك، ما كانتش هتبقى فيها سعادتك، ما كانتش هتبقى فيها الراحة اللي انت بتدور عليها والهدوء النفسي اللي انت بتدور عليه، او مثلا مش هتزودك الزيادة اللي انت كنت متخيلها، او الشركة دي مثلا نصابة او بعد فترة الشركة دي هتصفي. انت مش عارف كل ده. كتير مننا ما بنتقبلش في وظايف، يعني الشركة دي ممكن تبقى هتصفي، ممكن بتمشي مثلا عمالة بعد فترة، شركة نصابة، لود شغل كان فيها كتير، ما بيعترفوش بمهارات الموظف اللي عندهم وانت مهاراتك عالية جدا، فهم ما يستاهلوش ان انت تكون معاهم، فشايلك افضل من ده بكتير. ففكر دايما بشكل ايجابي انه شايلك دايما الافضل. خلي عندك حسن ظن بالله دايما، ما بقولكش ما تزعلش، بس اقعد فكر كده شوية. ازعل، حقك انك تزعل عشان كنت بتتمنى حاجة وما حصلتش، لان احنا بشر. بس فكر كده تاني بعد شوية، ما تطولش في زعلك قوي، عشان الزعل مش حلو عشان نفسيتك وكده، ماشي؟ هيأثر عليك جسديا. لا، فكر كده بعدها بشوية. طب هو ربنا بيحبني، اكيد شايل لي حاجة حلوة، انا حلو، انا استاهل، انا اشتغلت على نفسي، انا حد كويس، حتى لو اللي حواليا مثلا مش شايفين ده. اوعى تحبط نفسك على فكرة. بس واعرف ان ربنا لما بيرزقك بحاجة انت بتتمناها فهو رزق، ولما منع عنك حاجة انت بتتمناها فهو رزق. بس وخلي عندك حسن ظن بالله، دايما بيختار لك الانسب والاحسن والافضل ليك عشان هو بيحبك. حتى لو الحاجة دي اتأخرت هتيجي بس في وقتها المناسب ليك انت، مش وقت مناسب لأي حد تاني غيرك.